السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بصوا النهارده هنا جت من المدرسه وطلبت مني ان انا اعمل لها بان كيك. تمام يا جماعه، فعملت لها بان كيك سريع كده. وعبيته في الازازه دي، كانت ازازه كاتشب عندنا يعني فاضيه غسلها وكده علشان خاطر هي تعمله بايدها. عملنا البان كيك ازاي؟ اقول لكم المقادير سريعا واحنا مستنيين الطاسه تسخن. طبعا الطاسه تيفال بس يعني مش احسن حاجه، فانا حطيت نقطه زيت صغيره كده علشان ايه البان كيك ما يلزقش ايه في الطاسه. تمام. عملنا البان كيك ازاي؟ حطيت عندي بيضه على معلقتين سكر على كوبايه لبن. وطبعا كوبايه اللبن يا جماعه دفيتها شويه وحطيت عليها معلقه خل. ليه؟ عشان انا عايزاه بديل اللبن الرايب. فانا دفيت كوبايه اللبن وحطيت عليها معلقه الخل وقلبتها كويس جدا. فطبعا عندي اللبن فصل بقى زي اللبن الرايب بالظبط. جبت بقى عندي بوله حطيت فيها زي ما قلت لكم بيضه، معلقتين من السكر، 3 معالق كبار من الزيت، حطيت عليهم اللبن اللي انا عملته رايب بالخل، وحطيت كوبايه دقيق ومعلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح. ودي كده المكونات بتاعتنا، وقلبته كويس جدا 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 بالمضرب السلك وعبيته عندي في الازازه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الطاسه عندي سخنت. تعالوا كده يا جماعه، انا هجرب اول واحده وبعد كده انا هتجرب. بيحبوا قوي هم. طبعا انا كده سخنت الطاسه عندي، هديت بقى النار. بصوا هنجرب كده واحده في النص يا جماعه. بصوا انا عايزه بان كيك صغير. طبعا انا هديت النار خالص يا جماعه. لا استني استني يا هنا طبعا بتقول لي افصلي. لا انا عايزه اوريكم المراحل بتاعه التسويه. طبعا يا جماعه انا قلبتها بس زي ما انتوا شايفين كده، وسبتها بقى على الناحيه الثانيه تستوي. تمام كده. تعالوا نشوفها بقى كده يا جماعه. بصوا من الجنبين تمام قوي. طبعا انا هديت النار، هنجيب بقى طبق ونحط فيه البان كيك بتاعنا. استني يا هنوش. نبدا بقى نحط البان كيك بتاعنا كده بالشكل ده. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي هنا هتجرب. يلا يا هنا في النص كده اعملي واحده صغننه. امسكه كده. ايوه اقلبيها. ايوه. يلا في النص دايره صغننه. استوي ايدك تيجي على المقلايه. ايوه دوسي دوسي عليها عشان تكبر. كمان شويه. بس ارفعي ايدك اعملي جنبها بقى. يلا اعملي دواير دواير بس ما يلزقوش في بعض. يعني هنا كده اهي. بس اوعي ايدك بس تيجي على الطاسه. هي طبعا ايه هتحاول بس مش مشكله، لا هتقع. بصوا يا جماعه انا مهديه النار خالص. بصوا هي حتى لو لزقت يعني مش مشكله، هنحاول احنا ايه نظبطها. في اللي بيبقى طويل شويه، في اللي بيبقى مدور شويه، معلش اشكال لولبيه بس مش مشكله. طبعا احنا مهديين النار. لا يعني هنخلص ده وبعدين نعمل تاني. مهديين النار يا جماعه. بصوا شايفين الفقاعات طالعه ازاي؟ انا عايزه اقرب لكم شويه الكاميرا. بصوا يا جماعه اهو. ايه رايك يا هنا؟ جميل قوي. انا عايزه بان كيك دلوقتي حالا. قلت لها عيوني الاثنين وقمت اعمل لها بان كيك على طول. طبعا يا جماعه اول واحده احنا عملناها اللي في النص دي. تعالوا نقلبها كده مع بعض. بصوا مفيش اي مشكله خالص. تاني واحده اللي هي دي. كانت هناك دي. لا دي هو مش مشكله يعني. هو ايه بصوا يا جماعه هو عادي. لازق. لا بالعكس ما لزقش، الطاسه ما خليتوش يلزق. اشكال بصوا يا جماعه هي حلوه قوي. طبعا انا عندي اصلا يا جماعه البوتاجاز بتاعي. استني هنا لزقت في بعض. بصوا البوتاجاز بتاعي اصلا يا جماعه ايه مش مظبوط. تحسوه ايه معوج كده مايل. فعشان كده الحاجه عندي ايه الطاسه مش مظبوطه. بتلاقوا الاشكال عندنا بقت لولبيه شويه. اللي بيها استني. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه هي كده خلاص. تعالوا نشوف كده اللي في النص دي استوت يا جماعه خالص اهي. بصوا استوت من الجنبين. يلا حطيها هنا. تعرفي تشيلي بقى واحده واحده بس اوعي ايدك تلزق في الطاسه خالص. ورينا كده الناحيه الثانيه. استني وريني كده اهي. اهي يا جماعه. يلا شيلي بقى هنا كله. اقول لك انا بقى على طريقه حلوه قوي. بصي احنا نعمل كده. بصي اهو اهو اهو. خدي نزلي. تمام كده يا جماعه. نقطه زيت صغيره عشان انا خايفه بس الطاسه بتاعتي تلزق. هنكمل احنا بقى يا جماعه واوريكم في الاخر عملنا ايه. بصوا ديت اللي احنا كنا حاطين فيها وبعدين نحط. يلا انا بسم نجيب بس الله. نقطه زيت كمان. لفي هنا الطاسه يعني حركيها كده يمين وشمال. ايوه شطوره ندينها كلها كده اهو. يلا ده اخر بقى. يلا في النص امسكيها حلو عشان تعرفي تنزلي. يلا هناك هناك روحي اعملي هناك. يلا جنبها. يلا بس يا جماعه انا شايفه انا سايبه هنا هي اللي بتشتغل اهي. كبري شويه هنا واحنا نعمل زقنا. يلا في المكان اللي فاضي هناك ده زودي شويه. زودي شويه. بيلزق. مش مشكله هو الوقت هنشيله من بعضه. بصوا يا جماعه اشكال لولبيه اللي هو واحده كبيره واحده قصيره.
بصوا يا جماعه احنا عملنا شويه ولسه ما زالت المهمه مستمره. بصي دي مستمره لسه بنعمل وبنكمل البان كيك ولسه عندنا نص حبه الكميه. اللي هنا حطيت هنا لا متهيألي اكتر يا هنا. تقريبا هنا. هنكمل يا جماعه واقول لكم بقى في الاخر هنا هتزينه ازاي. بصوا يا جماعه عملنا البان كيك اهو. طبعا دي مش كل الكميه يا جماعه، انا عملت شويه بس على قد ما هنا ايه عايزه يعني تاكل. تمام هي وهمسه. تمام فزي ما انتم شايفين كده هنا حطت نوتيلا وهتنزل عليه ايه بالسبرينكلز. بصي يا هنا اوعي دلدق منك بالراحه خالص، انت بتحطي رشه ضمان. ما احط هنا. لا ما ينفعش، حطي على طول كده رش رش. انا عارفه انك هتدلدقهاش. احط في كله. في كل ال بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. دي صغننه خالص بس. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه عملنا البان كيك وحطينا عليه النوتيلا بالشكل ده كده. احلى بان كيك لاحلى هنا. هنغسل دلوقتي يا جماعه شنط المدرسه. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشنطه بتاعت همسه. طبعا انا مش عارفه دي متجرحه ولا متوسخه، الوقت هنشوف مع بعض واحنا بنغسلها. بصوا شايفين لونها عامل ازاي. بصوا يا جماعه هي لونها لبني، بس عايزه اقول لكم بتتوسخ بسرعه جدا. بصوا يا جماعه انا طبعا الشنط مش هغسلها في الغساله. بصوا انا عايزاكم تشوفوا الحتت البيضه دي. بصوا شايفين الشنطه اللبني. طبعا ما انصحش اي حد يجيب شنط لبني فاتحه كده يا جماعه. انا اصلا وانا بشتريها انا وهمسه عارفه ان هي دي هتبقى النتيجه، بس هي ايه شبتت فيها وعجبها شكلها. طبعا انا بضطر ان انا اغسلها يعني كل اسبوع او اسبوعين بالكتير بالكتير قوي يعني. بصوا دي بقى لها اسبوعين يا جماعه، دي كده بقى لها اسبوعين 10 ايام بالظبط. بصوا تعالوا بقى اوريكم الجزء الافظع. بصوا يا جماعه الشنطه من تحت شايفين. طبعا يا جماعه ايه دي شعرايه كده. بصوا ده طبعا كله لازم يتغسل دلوقتي. طبعا انا هغسلها الاول كده وبعدين بسيبها بقى تتصفى براحتها خالص وبعدين ننشرها مع بعض. تعالوا بقى لشنطه هنا. بصوا يا شنطه هنا يا جماعه ايه غامقه شويه فبتستحمل اكتر. شنطه هنا تقريبا بقى لها نفس المده تقريبا 10 ايام او 12 يوم كده يعني، مش اكتر من كده. بصوا يعني هي ايه متوسخه من هنا كده بس مش قوي، مش زي شنطه همسه. طبعا هي ايدها كده هي غامقه من ورا وايدها مشجره شويه فايه مش باين فيها قوي الوسخ قوي يا جماعه زي ايه زي الشنطه الفاتحه بالشكل ده كده. طبعا واضح. نشوف بقى شنطه هنا من تحت. بصوا طبعا انا الشنط دي كده ما ينفعش خلاص، لا دي كده لازم تتغسل. انا عايزه اقول لكم ان هي ما كانتش كده النهارده هم رايحين بيها المدرسه، المصدر حطوها على الارض النهارده اتوسخت جامد جدا. فيلا بينا بقى نغسل الشنطه بتاعت همسه وبتاعت هنا واوريكم انا بغسلهم ازاي. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده انا عندي طبق كبير بالشكل ده حاطه فيه ميه وهننزل بالبرسيل كده بالشكل ده. ماشي برسيل جيل حبه محترمين كده. وهنروح جايين يا جماعه بقى بسبونشه. بصوا لو ملاحظين معايا انا جايبه عندي سبونشه جديده خالص اهي، دي هتبقى لشنط المدرسه. تمام هبدا بقى اعمل ايه، هبدا اخد الشنطه زي ما هي كده احطها ايه في البرسيل بالشكل ده كده. شنطه كده يا جماعه. بصوا هعمل ايه بقى. بصوا شايفين كده الجزء ده كده. طبعا انا هغسل الاول الشنطه كلها من فوق الجزء النظيف ده. بصوا طبعا يا جماعه كله هيتغسل بنفس الطريقه دي كده. هنا شيء كده لو سمحت دقيقه. طبعا يا جماعه يفضل ان احنا ننقعها كده شويه في الميه والبرسيل علشان ايه تنضف يعني شويه او الوسخ يذوب. بعدين نكمل غسيل. بصوا انا اقفل السوسه عشان اعرف اغسلها كويس. طبعا هنا يا جماعه عايزه تساعدني. انا قلت لها ايه تمام ماشي. بعد كده يا جماعه بالراحه الشنطه نفسها. بس في حته ثواني كده بس هنخلص جزء. بصوا يا جماعه طبعا زي ما انتم شايفين هنا مش بتساعدني، هنا بتعجزني يعني تشيلي كده. طبعا يا جماعه ده هدى ليا انا يعني. انا عايزه اقول لكم ان الشنط الفاتحه دي الله يكون في عون الامهات اللي زي حالي، بس طبعا احنا اللي نستاهل عشان انا عارفه الكلام ده كله وانا بشتري الشنط. بس هي ايه عجبت همسه بقى وعجبت لونها. روح اغسلي ايدك كده تعالي. بصوا يا جماعه لما يكون عندكم عيال كده عايزه بس تعاك عكس الميه اتفضلي بره بعد اذنك. فعجبها بقول لكم لونها يلا لنا الله بقى.
طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه بقى الحبر الازرق ده بيبقى مشكله لما بيكون كده ايه في الشنطه. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان انا عايزه اجرب احط نقطه كلور صغيره كده ايه في الميه، نقطه كلور صغيره قوي، بس عشان الشنطه فاتحه عايزه اقول لكم ايه عشان بس تنضف شويه. فايه انا حطيت شويه كلور كده يا جماعه صغيرين، حطيت الشنطه بالشكل ده كده. هرجع بقى شنطه 5 بالمره الاثنين كده مع بعض، وهسيبهم بقى يا جماعه ايه يعني شويه كده قيمه ايه هنقول قيمه نص ساعه كده ولا حاجه، وبعدين اوريكم بقى ايه وانا بشطفهم بقى. بصوا هي طبعا شنطه 5 زي ما انتم شايفين كده نفس النظام، هننقع كده بالشكل ده ونغسل بقى، نفضل بصوا نغسل كده. الشنطه لازم تتغسل كده كويس قوي. طبعا احنا واحنا بنغسل بيبان الفرق النظافه يعني. بصوا نفضل بقى نغسل دي. بصوا انا عايزاكم تشوفوا الودن دي كده. بصوا طبعا عايزه صحه يا جماعه، عايزه صحه. بصوا طبعا دي بعد ما غسلناها شوفوا فرق برضو، فرق واضح طبعا، بيبان اكتر بقى بعد ما نشطفها وننشرها، تبقى طبعا ايه واضح الفرق جدا. طبعا انا عايزه اشوف الجزء اللي هو المتجرح ده. طبعا يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان انا عندي بانيو زي ما انتم عارفين، بس طبعا انا مش هقدر ان انا اغسل الشنط في البانيو علشان مش هقدر اوطي، يعني انا اوطي كده بظهري عشان ظهري تعبان، اوطي واغسل في البانيو مش هقدر. فانا زي ما انتم شايفين كده هسيب الشنط منقوعه كده بالشكل ده زي ما قلت لكم نص ساعه ساعه واكمل، يعني اسيبها شويه بعدين ارجع بقى اكمل غسل كده زي ما انتم شايفين. اغسل الشنطه من كل مكان، من الايدين ومن الوش ومن الظهر وكل مكان كده. بصوا طبعا اظن ايه هو الفرق يعني واضح يا جماعه. عايزه اقول لكم ان الاسبونشه دي برده ايه يعني ناشفه شويه وبتساعد معانا. ما ننساش طبعا يا جماعه الاجزاء اللي هي البيضه دي كده. بصوا هي بدات اهي برده تنضف شويه، كل بقى ما ننقعها في البرسيل والكلور كده شويه تنضف اكتر. هغسل بقى ايدي يا جماعه واسيبها شويه وبعدين اوريكم بقى الشكل النهائي. سبت يا جماعه زي ما انتم شايفين كده الشنط عندي نص ساعه منقوعه، هنغسلها كويس قوي قوي دلوقتي بالاسبونشه زي ما وريتكم قبل كده. هغسلها كويس قوي بعد كده هشطفها واسيبها تتصفى كده على الحنفيه لغايه لما تتصفى خالص وبعدين انشرها. بس كده يا جماعه وهي دي طريقتي في غسيل شنط المدارس. هخلص بقى واوريكم شكلها في الاخر. بصوا يا جماعه انا كده غسلت الشنط غسله مش عايزه اقول لكم يعني، بصوا نظافه من الاخر. عايزه اوريكم بقى لون الميه. بصوا يا جماعه لون الميه، شايفين الميه لونها عامل ازاي؟ بصوا الميه متوسخه جدا جدا جدا. هندلق بقى الميه دي ونشطف الشنط واوريكم شكلها بعد النظافه. بصوا يا جماعه انا كده غسلت الشنط اهي وصفيتها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، حطاها على الحنفيه برده وسايباها بقى. بصوا بتصفي ازاي لغايه ما تصفي الميه خالص وبعدين اخدها انشرها في البلكونه. طبعا انا مشغله الغساله عندي على دوره غسيل برده الوان بقى، هدوم المدرسه وهدوم البنات انتوا فاهمين بقى طبعا. فطبعا النهارده الخميس وانا عندنا الجمعه والسبت اجازه، فلازم كنت اعمل الموضوع ده اغسل الشنط علشان تنشف براحتها الجمعه والسبت وبس كده.